يا صباح الخير. الفلوق اليوم إن شاء الله تكونوا بخير. الفلوق اليوم من بداية ما كنت في أمستردام، يعني في خودة، إلى ما وصلت الوجهة اللي رايحة فيها. فكان الغداء حقنا مكسيكانو، سندوتشات. وهذا ثاني يوم السفر، يعني قبل السفر بيوم لو ما نزلت أفطر، عملت لي كوفي وروقت وبالفنجان الحلو الجميل هذا. معلش صوتي انه تغير علي الجو شوية تعبان. وهنا في مطار امستردام سخيبور. تأخرت عليكم بالفلوق بس لاني كنت شوية تعبانة مع السفر. وهنا كمان احنا متوجهين الى الطائرة في مطار سخيبور. الرحلة كانت مرة ممتعة. فهذا جوازنا اليمني، والله أنا أفتخر فيه من جد يعني، أكيد. وافتخر بكمان انتمائي لهولندا يعني، أكيد. فالحمد لله على كل حال. وهذا وإحنا منتظرين التوجه إلى الطائرة. ففي الفلق الأول أنا قلت لكم تخمنوا أنا رايحة فين. في واحد في التعليقات خمن صح، مش عارفة هي مرة ولا رجال، قال إن أنت رايحة مصر، وفعلا أنا متوجهة إلى مصر. ويلكم ذا إن إخبتة. أهلا بكم في إخبتة، من جد دولة رهيبة ما شاء الله. والطائرة كانت متعة. أول مرة استمتعنا. قد رحت أماكن كثيرة، رحت الإمارات، رحت كل ماليزيا، رحت الأردن، رحت، من جد رهيبة ما شاء الله. كنت قلقة، أنا أخاف من الطائرة، بس صراحة مرة متعة. استمتع، أول رحلة استمتع فيها، بس كانت طويلة شوي، يعني 4 ساعات. هذا يعني إيش كانوا بيعرضوا في التلفزيون في الطائرة. السيدات والسادة، مرحبا بكم. مقتطفات عن مصر الجميلة. أول مرة أزور مصر أنا، يرجى وضع حقائبكم اليدوية. فكنت متحمسة، كانت الحمس مليون ما شاء الله، من جد مبسوطة قوي إنني جيت مصر. فور إضاءة علامة ربط الحزام. لربط الحزام بقول لكم ليش. أول شيء استمتعت في الرحلة، ثاني شيء تعامل المصريين مرة محترم ما شاء الله، من جد. شوفوا الجواز اليمني من أول ما توجهت للطائرة، يشوفوا الجواز اليمني يحيوا فينا ويقولون إخوانا أهلا فيكم في مصر. وكمان بدون رسوم، بياخذوا 25 يورو بس. احنا اليمنية الجواز اليمني ما ياخذوا منه ولا شيء، ويختموا لنا التأشيرة بكل حب، ويقولوا احنا المصريين نحبكم اليمنيين. شكرا لهم، وشكرا لمصر وشعب مصر وكل شيء في مصر. بما في ذلك السجائر الإلكترونية. جميع دورات المياه مزودة بأجهزة لكشف. أنا لسه ما قد خرجت أماكن كثيرة، بس صورت لكم المكان اللي كنت نزلت فيه، اللي 6 أكتوبر. لسه ما خرجت مع الحماة، ما قد رحنا نتمشى وكذا، بس خليكم معي، بعمل لكم فلوقات خطيرة. فأنا حبيت أذكر أنهم رحبوا فينا، وأنه بدون رسوم. كثير كنت قلقة يعني، كان بياخذوا كذا بدون رسوم وتأشيرة على طول. وشكرا لهم، شعب مضياف، وإحنا كمان نحبهم، وإحنا نحب العالم كله يعني. نحب هولندا، ونحب كل العرب يعني، كل الجنسيات، العرب وغير يعني. نحب الكل، أي حد يحبنا إحنا كمان نحبه. جو مصر
لطيف يعني. هم كانوا يخوفوني يقولوا لي الحرارة مرتفعة وكذا، بس الآن أنا بين أبنتج لكم الفلوج من البلكونة. الجو لطيف. أنا عشت في الإمارات فترة، جوها حر وهي جوها زي الإمارات، يعني حر مش حر قوي. الجسم يتقبل، بس ما أدري في الظهر يمكن يكون حر من كذا، لأنهم قالوا في الظهر يكون قوي الحرارة مرتفعة. فصورت لكم، شوفوا هذه والطائرة بتقلع. أمان إنني صورت لكم الفلوج. شوفوا هنا وهي بتقلع، وقد إحنا فوق ودخلت السحب. الإكرامات والجمال من جد ما شاء الله. مبسوطة أنا أنني في غبتة، مبسوطة. واتفرجت أنا في الطائرة فيلم عربي كان اسمه شحن كرت، فيه فؤاد بيومي، فيه ممثل ثاني جنبه بس ما أعرف اسمه كثير. فكان الفيلم حلو ممتع. وتفرجت واحد فيلم نص أو ربع قبل ما تهبط الطائرة، أمريكي، يعني عشان الوقت يمر، لأنه أنا من النوع ما قدرت أنام، متحمسة متى بوصل مصر، خاصة أنني بتعرف بناس جديدة في حياتي، يعني أصدقاء، وأول مرة أشوفهم. كنت مبسوطة أنني بوصل وأشوف أتعرف عليهم، البنات المصريات والعائلة المصرية اللي نزلنا عندهم. وهذا الأكل كان حقهم مرة لذيذ. طلبنا كب اللي هو دجاج مع الرز وكذا، وطلبنا اللحم نجرب يعني النوعين. فكان الأكل لذيذ واستمتعنا به. وهذا الفيلم الأمريكي قبل ما تهبط الطائرة. وهنا وقد إحنا بنهبط كان باقي عليها 6 دقايق حاجة كذا، يعني مكتوب في الشاشة أعتقد، بس كانت 6 دقايق. هنا حبيت أصور لكم إحنا في الجو بنهبط. شوفوا كيف مصر وجمالها منورة. أيوة هنا كان مكتوب الوقت، أعتقد كان 6 دقايق أو 5 دقايق. فبتسمعوني يمكن وأنا بنقرأ قرآن. أنا من النوع اللي أخاف من الطائرة كثير، فكنت أقول اللهم صل على محمد، اللهم احفظنا الله. ورجعت ذكرت أنني بنصور فلوج، وقلت عادي لو سمعوا كذا إيش يعني. وصلنا بالسلامة. هذا الفلوج بس عملته عشان أوريكم أول ما خرجت من البيت وإيش عملنا أكل قبل ما نسافر، وثاني يوم الصباح لما جهزت نفسي وانطلقنا للمطار. فاستغرقت الرحلة 4 ساعات، وكانت رحلة ممتعة. فاكتبوا لي في التعليقات ايش احب اصور لكم في مصر ان شاء الله. بس انا اي مكان بروح بصور لكم. فشوفوا الهبوط ما شاء الله. وهذا واحنا متجهين الى الشنط ناخذهن ونغادر المطار، متجهين الى مدينة. اول شيء نزلنا في منطقة اسمها عين شمس، جلسنا يمكن 4 ساعات كذا، تعرفنا على العائلة الكريمة، كنت مبسوطة قوي اني تعرفت فيهم. وهذا اول ما خرجنا من المطار. وبعدين توجهنا الى هذه المنطقة اللي اسمها 6 أكتوبر. حلوة جميلة، السقق حقها حلوة، وجالسين فيها بنجلس اسبوع كذا، يعني بنتنقل بنروح. مش عارفة البروجرام للآن ايش. هذه مرة جميلة، الشقق اللي فيها حلوة.